أهلا بكم. انتهت مواجهات دور 16 من كأس العالم تحت 17 سنة فيفا قطر 2025 لتضمن بذلك 8 منتخبات، من بينها منتخب عربي واحد وهو المنتخب المغربي، الذي ضمن بذلك تأهله إلى ربع النهائي. قراءة في لقاءات دور 16 نتابعها في التقرير التالي. وإليكم جدول مباريات ربع النهائي التي ستقام الجمعة، حيث تنتظر المنتخب العربي ممثل العرب الوحيد في هذا الدور مواجهة قوية أمام نظيره البرازيلي. وفي حال تمكن أشبال الأطلس من تجاوز نظرائهم البرازيليين سيواجهون في الدور قبل النهائي المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا. إذا العديد من المواجهات. المنتخب المغربي على جميع الفئات يقدم أداء مذهلا، إن كان على صعيد الرجال تحت 20 سنة، أيضا السيدات، كرة القدم في الصالات، إنجازات كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية تقريبا. وهذه المرة كان المفاجأة بهذا الصعود. الآن مواجهة أمام بطل ل4 مرات البرازيل. سوف تختلف الأمور أم لديها فرصة كبيرة المنتخب المغربي بشكل عام؟ هو في الحقيقة ترشح المنتخب المغربي يمكن أعطاهم أكثر ثقة، لأن عقلية المنتخب المغربي تغيرت في المباريات بعد ما دوري المجموعات. لما ترشح كأحسن ثالث كانت في صدمة من هزيمتين، الأولى في الثانية، يعني تعادل أمام المنتخب خاصة هزيمة البرتغال. هي هزيمة البرتغال كانت صعبة نوعا ما، الأثر متاعها كان قوي لأنه 6 أهداف في المنتخب المغربي، وانهزم كذلك امام المنتخب الياباني. كانت الامور صعبه نوعا ما خاصه على المستوى النفسي، ولكن جاءت مباراه كاليدونيا الجديده، سجل المنتخب تقريبا 16 هدف اللي يسمح له بالصعود كاحسن ثالث. ثم جاءت مباراه المنتخب الامريكي اللي هو فريق محترم جدا. شفنا المنتخب المغربي تقريبا في نسق تصاعدي منذ تلك المباراه، قدم مباراه محترمه، فاز بالمباراه بركلات الترجيح وتالق الحارس. ثم مباراه امام مالي، يمكن مباراه مالي المنتخب المغربي باعتباره انه على المستوى الافريقي يعرف كيف يسير الامور، يعرف المنتخبات جيدا، استطاع الفوز في تلك المباراه المهمه. اليوم اختبار جديد وسيكون اختبار قوي جدا للمنتخب المغربي، لأن المنتخب البرازيلي من ابرز المنتخبات اللي برزت في هذه البطوله، فمنتخب يمتلك قوه دفاعيه، حارس ممتاز، الى جانب قوه ضاربه على المستوى الهجومي. تقريبا الفريق مسجل ما يقارب ال 15 16 هدف، يعني او 14 هدف في مجموع المباريات اللي شارك فيها المنتخب البرازيلي، وقبل هدفين فقط من بدايه البطوله. هذا يعني وان المنتخب البرازيلي قوي على المستوى الهجومي وصلب على المستوى الدفاعي. بالتالي المنتخب المغربي لازم يكون جاهز على المستوى الذهني، على المستوى الفني، وخاصه على المستوى التكتيكي. المدرب لازم يحط خطه تكتيكيه يقدر بها وانه يسير المباراه، باعتبار الفريقين قادرين وانهم يسجلوا على المستوى الهجومي في اي لحظه. المنتخب المغربي انا نشوف انه مباراه مثل هذه لازم يستغل سرعه المهاجمين، وخاصه الفنيات على مستوى خط وسط الملعب، قطع الكره ومحاوله مباغته المنتخب البرازيلي، لانه المنتخب البرازيلي يبحث كثيرا عن البناء من الخلف، بالتالي يخلف الكثير من المساحات ويجعل المنتخب المغربي في فرصه لو يستغل تلك المساحات قادر يخلق الفارق. فعلا هذه المواجهات هناك بين 8 منتخبات، منتخبان فقط احرز البطوله قبل ذلك، البرازيل ب4 مرات، وايضا سويسرا بمره واحده في 2009. ومن حظ المنتخب المغربي ان يواجه البرازيل في هذا الدور ب4 مرات كبطل. المغرب أيضا هذه المشاركة الثالثة، أحرز بالربع النهائي كان ب 2023. بهذا الشكل الذي نتابعه بقيادة كارلوس البرازيل، نبيل باها في المنتخب المغربي، بأول مواجهتين العديد من المحللين تحدث بأنه كان يعاند الشكل الطبيعي للمنتخب بالتشكيل، بوضع اللاعبين في مراكز مختلفة، ولكن عندما عاد إلى الشكل المعتاد، إلى الطريقة المعتادة، بدأ بالفوز بالنتيجة الكبيرة أمام كاليدونيا الجديدة، وهذا ما ربما ما ساهم بالصعود إلى هذه المرحلة. أكيد، وأن المدرب يعني في فترة من الفترات يكون عنده اختيارات، أكيد في مرة تصيب ومرة يعني الاختيارات متاعه ما تكونش في محلها في المباريات اللي يختار فيها، وأنه يغير الرسم التكتيكي أو حتى
تمركز اللاعبين في وسط الملعب اكيد وانه خلفت الكثير من الاخطاء امام منتخبات اوروبيه. لما تسوي اخطاء على طول تخلص كاش، يعني تسجل لك اهداف، وشفناه خاصه مباراه البرتغال المنتخب المغربي في ظرف تقريبا ما بين الدقيقه 20 والدقيقه 28 قبل 3 اهداف، ثم كانت المباراه صعبه. في المباراه الاخيره المنتخب مباراه يعني كاليدونيا الجديده نبيل بها رجع الى الرسم التكتيكي العادي، وكل لاعب تقريبا مسك مكانه، واصبح المنتخب المغربي تشوف سلاسه في خروج الكره، تشوف تموقع اللاعبين جيد، إضافة إلى الشراسة اللي شفناها في مباراة المنتخب الأمريكي. المنتخب المغربي كان قوي جدا على مستوى افتكاك الكرات في وسط الميدان، جيد جدا على مستوى التحولات الهجومية والتحولات الدفاعية أيضا، لأن المنتخب الأمريكي مثل خطر في بعض الاحيان مع المنتخب المغربي. ثم جينا المنتخب مالي، وما ننساوش انه المنتخب هذا المغربي يعني تقريبا هو الفائز بكاس افريقيا الاخيره في النسخه الاخيره في الفتره الاخيره، يعني اكيد وانه عنده فكره عن الفرق الافريقيه وقادر وانه يخلق الفارق. اكيد وانه نبيل باها خذ الدرس من المباراتين الاولتين وقدر وانه يرجع في السباق. الجماهير هم نكهة هذه البطولة وأي بطولة وأي مباراة كرة قدم، وسوق واقف كان دائما شاهدا إن كان في كأس العالم، في كأس آسيا وكأس العرب، العديد من الجماهير مروا من هنا. لذلك نرحب في هذه الأثناء بمراسلنا حمد نواف من سوق واقف. مرحب بك حمد. طبعا الأجواء في سوق واقف هي التي تنبئ ما الذي سوف يحدث. شاهدنا ذلك في قريبا مواجهة قطر الإمارات، شاهدنا في كأس العالم، وأيضا سنشاهد في كأس العرب القريبة، والزينة واضحة من خلفك هناك. ما هي الأجواء مع اقتراب المباريات في كأس العالم تحت 17 سنة من نهايتها؟ مرحبا محمد، اسعد الله مساكم بكل خير. سوق واقف قلب كل متأهل، أداة تنفس لكل منتصر. صراحة هذا المكان دائما حينما نأتي إلى هنا نتنقل في مختلف الأماكن، ولكن سوق واقف هذا المكان الذي دعنا نقول واقفا بذكرياته، بالأيام التي قضيناها هنا في جميع البطولات، بالاقتراب من الجماهير الحاضرة في كل الأيام. الجماهير دائما تأتي هنا لتحتفل، هي دعنا نقول تجمع، يعني المكان اللي يجمع جميع المنتصرين هو في سوق واقف. هذا المكان دائما ما يتسع للجميع للاحتفالات. الجماهير المغربية كانت حاضرة بقوة يوم الأمس تحتفل بهذا الإنجاز التاريخي بالنسبة للمنتخب المغربي بالتأهل. الفريق أو المنتخب الذي عاد من الرماد بعد خسارتين في دور المجموعات يعود ويصل إلى ربع النهائي. كنا قريبين بالطبع في مختلف الأماكن، نتحدث في در بروسيل، في اللؤلؤة، وفي ميناء الدوحة. اليوم نتواجد في سوق واقف. هذه الأماكن دائما تستقطب الجماهير، ولكن في هذا المكان دائما الجماهير تكون حاضرة بقوة والاحتفالات تكون حاضرة بقوة. ربما اليوم هو الهدوء بعد الأيام التي تكون فيها المباريات، ولكن التقينا بعدد من الجماهير. ربما الشيء المميز هذه المرة محمد هو الحرف العربي، دعنا نقول هو التكاتف العربي، ليس فقط الجماهير المغربية وإنما جميع الجماهير العربية تدعم وتؤازر المنتخب المغربي في هذه البطولة من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة، في هذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بعد مباريات قوية وماراثونية، وبانتظار دور ربع النهائي بالطبع في هذا الدور، حيث الجماهير ستكون حاضرة لدعم المنتخب المغربي. والجماهير الأخرى التي بالطبع لدينا مباريات كبيرة، نتحدث عن مباراة المنتخب البرتغالي في مواجهة المنتخب السويسري، أكيد أن الجماهير ستكون حاضرة وتدعم منتخبات بلادها. هناك العديد من المباريات القوية المنتظرة، ومتأكد تماما إذا تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، وطبعا الأمنيات كذلك بأن يتأهل، ستكون هنا الاحتفالات كبيرة بسوق واقف، وسنكون معكم كذلك بالصورة والصوت لنقل لكم هذه الأجواء الحماسية القوية التي ستكون موجودة هنا في سوق واقف، في هذا المكان الذي مثل ما ذكرت يتسع لجميع الجماهير الحاضرة والجماهير العربية التي التقينا بها والتي قالت بأنها ستساند وستدعم المنتخب المغربي في المباراة القادمة، على الرغم من أن ربما تذاكر نفدت وبيعت لأجل المباراة القادمة بحضور جماهيري كبير. ولذلك حتى التقرير القادم إن شاء الله سيكون عن الحرف العربي وتضامن المنتخبات والجماهير العربية مع المنتخب المغربي ومؤازرته للذهاب في بعيدا في أرض عربية وإضافة اسمه في سجل البطولات العالمية. عودة إليكم محمد. يعني حمد يعطيك العافية،
واتوقع انت سامعني هلا يا حمد. وعجبني انه ردة فعلك لاعب بادل واضح، توضحت هذه الفوائد. ردة الفعل قبل دخول المفاجئ من احد المرة امام الكاميرا، فبرافو عليك يا حمد. شكرا لك حمد نواف من هناك من سوق واقف. شكرا لك حمد. إذا دائما سوق واقف حاضر بكل المواجهات بكل البطولات، هناك كثير من الذكريات في هذا المكان الجميل التراثي. ولكن عندما نتحدث عن المواجهات الأخرى، المغرب إن فازت نتمنى ذلك، هناك مواجهة أيضا كبيرة منتظرة ما بين البرتغال وسويسرا. سويسرا بطلة قبل ذلك، والبرتغال شاركت قبل ذلك وأحرزت المركز الثالث، ولكن كلاهما لديهم قوة هجومية كبيرة بهذه المواجهة، مواجهة أوروبية خالصة. من هو الأقرب لحسم البطاقة؟ الحقيقة هذه يمكن أصعب مباراة في كل المباريات، لأن تقريبا المنتخب السويسري منتخب منظم جدا، منتخب يمتلك إمكانيات رهيبة، يمتلك لاعبين ممتازين خاصة على مستوى خط وسط الميدان، قادر في كل مباراة وأنه يسجل أهداف. أيضا المنتخب البرتغالي يمتلك قوة رهيبة خاصة على مستوى وسط الميدان وعلى مستوى التحولات الهجومية السريعة للمنتخب البرتغالي، وشفناه في كل مرة يلقى الفرصة وأنه يسجل أكثر من هدف. شفنا المنتخب البرتغالي مسجل تقريبا 20 هدف في هذه الدورة تقريبا، يعني رصيد هجومي محترم جدا. المنتخب السويسري منتخب منظم، منتخب عنده الصبر، يصبر في كل المباريات، قادر وأنه يخلق الفارق خاصة على المستوى الفني. يمكن اللي يخلق الفارق في هذه المباراة هو العامل البدني، لأنه المنتخب البرتغالي قوي على المستوى البدني والمنتخب السويسري جيد جدا على المستوى الفني. هذا يعني باش تكون التنافس من سيفتك منطقة وسط الميدان حتى يسيطر على هذه المباراة، ولكن هذه المباراة الحقيقة من أصعب المباريات في هذا الدوري. فعلا 8 منتخبات، 4 منتخبات من أوروبا، هناك أيضا المنتخبات من أفريقيا، منتخب من آسيا، ومنتخب من أمريكا الجنوبية. من داخل المركز الإعلامي في إسباير، حيث القلب النابض لكل الأخبار التي تراها الشاشات وكل القصص التي تروى قبل أن تصل إلى العالم.